ابويا وامي وصلوا مطار هامبورج وانا متاخر عليهم اكتر من ساعه بسبب الدولتش بان، ربنا يسلخ في خدهم. يوميات الواد بتاع المانيا بيزودا نوما 18. اللي فيكم شاف البوست اللي فات هيعرف اني كنت مشغول جدا الفتره اللي فاتت بسبب زياره اهل ليا في المانيا علشان يباركوا بيتي الجديد، وده والله اللي شغلني عنه. بس ما تقلقوش، هرجع تاني انزل لكم الفيديوهات اللي بنفرش فيها البيت سوا. تعال احكي لكم بس الاول عن زياره اهل ليا واللي بجد نورت حياتي، واللي بالمناسبه هسيب لكم الفيديوهات كده زي ما هي من غير حتى فويس اوفر عشان تعيشوا معايا الاجواء زي ما هي. بصوا شوفوا مين قاعد مستنيني. القرعه دي انا عارفها كويس. حبيبي لسه صح. ده انت هتتنفخ. اللي يجعلك فيلا حوالين الحرم يا ابو. اللهم امين يا رب. يا حي قيوم وتحب تعمل الدور الارضي واقفل لله تعالى. اللهم امين. طب كفايه دعاء علشان تنفسي بس عشان ما تهبطيش. تنفسي. اللهم صل عليك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا عجبتك؟ ما شاء الله. لا ده احسن من التصوير بتاعه. محمد. المرايه دي اكتر مرايه متصور فيه. لا مش بالمفتاح، شديت الباب. وفي بوابه عندكم؟ لا مفيش بواب. يا تبقى نايس، بس دي عايزه ايه؟ والله العظيم تحفه عليك. خلاص انا هجيب لك دي هديه. احترم نفسك. انا هجيب لك دي هديه خلاص. بس اوخ جيت إيه؟ جرب دي كده. طب ده جرب دي. دي اشياكهم. بس مش هاخدها. تعال نجيب ثلاثه نلبسها احنا الثلاثه. لا قلت لا. عشان خاطر قلت لا. بصلي وحياة صورني ده ربنا وصور. تحفه. لو ب5 ريال اخدها. استني بس كده. بصلي. شويه خنزير يا ماما. على عليك وعلى اسرتك وعلى عيالك. بقى ابويا وامي يالا فشخ. قول لي ولا استنوا باقي الفيديوهات اللي هشارك معاكم كل حاجه حصلت في الاجازه، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات اذا كنتوا عايزين الفيديوهات اللي جايه عليها فويس اوفر ولا اسيبها زي ما هي. شكرا واشوفكم الفيديو اللي جاي.